مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. أنا منى كيال، هقدم معاكم وصفات سهلة وسريعة. عشان مطولش عليكم الفيديو نخش في الموضوع على طول. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دعموني بلايك واشتركوا معايا في القناة، ده شيء يسعدني جدا. غدانا ايه النهاردة بقى؟ حمام محشي رز، لونه حلو قوي. اللحمة بتاعت الحمام دايبة والرز مستوي مظبوط. اتمنى ان انتي تجربي الطريقة وهتعمليه احسن مني كمان. مقاديري هنا: التوابل الأول ملح فلفل حبهان ورق لورا وحبة قرفة، نص كوباية رز وبصلاية صغيرة مبشورة، وللشوربة جزر وطماطم وبصل. الحمام معايا مغسول ومتنضف وزي الفل. هنا أنا بحاول أوريكي إن أول حاجة هعملها إن أنا هحاول أفصل الجلد عن اللحم. دي مهمة جدا إن انتي تفصليهم عشان لما تيجي تحشي الرز تبقى حاجتك مظبوطة. حاولي تعملي بالراحة، أنا هنا بس عشان مسرعة الفيديو. بدخل صوابعي جوه الحمام وبحاول افرق الجلد عن اللحم زي ما احنا قايلين. جميل. معايا طاسة على النار فيها زيت او سمنة او سمنة وزيت براحتك، وانزل عليها بالبصلاية بتاعتي، وبعد ما تدبل شوية بنزل عليها بالكبد والقوانص بتاعت الحمام، تاخد اللون الحلو قوي ده، وانزل عليها بالتوابل، وطبعا نص كوباية الرز المغسول. هنا بنزل بحبة مية سخنين، 3/4 سوا الرز مش سوا كامل، عشان كده انا حاطه حبه ميه صغيرين، وكده كده هو بيكتر معايا اهو. هو 3/4 سوا. حله على النار فيها حبه ميه وحطيه على جنب دلوقتي. هنا بجيب الرز بتاعي 3/4 سوا، وايدي الحمام. انا بوريكي هنا ان انا زي ما فرقنا اللحم عن الجلد في اول الفيديو. معلش الرز نار وهحاول احشيه. التركية هنا تحاولي ان انت ما تحطيش كمية رز كتير علشان فعلا ما يفرقعش منك. بس انا بحاول احط جواه، واحاول احط ما بين الجلد واللحم، واحاول احط من فوق، وبرضو بايدي بتحط وتاخد الزيادة، تحط وتاخد الزيادة، وابطط شوية مش ابطط قوي. التركية دي مهمة قوي، زيها زي ما انتي بتفصلي اللحم عن الجلد بالراحة من غير ما يتقطع معاكي. بس اهو انا بحاول احشي من فوق. معلش ده مش محتاج لفظ خالص لازم بايدينا، ده حمام اهو زي ما انتم شايفين كده. باخد واحط وبطط بالراحة مش قوي علشان ما ملهوش، ونضفه. في الاخر خالص بجيب الجناح بتاعه وارجعه لورا كده، والرجلين بكسرها وادخلها جوه الجلد اهو زي ما انتم شايفين، واشدها بمنتهى السهولة. بتقفليها بس كده كروس. يا رب يكون واضح معاكم اهي، وتخش اهي دخلت اهي. تمام. وانضفه واكمل الباقي زي الفل اهو. خلصت بقى كده الحمام بتاعي، واتبقى معايا حبة رز، دول ما بيترموش برضو، مفيش حاجة بتترمي. المية بتاعتي غليت اللي احنا كنا مولعين عليها. حطيت البصل والطماطم والجزر، حبة ملح، حبة فلفل، وطبعا حبهان. بس ده للشوربة. طبعا الملح انا ما بقولش قد ايه لان على حسب بقى رغبتكم. المية غليت، بمسك الحمامة من الراس اهي بالراحة وانزل. بتقفل لوحدها، تنزلي اهو بالراحة. ادي الراس انا ماسكاها، بتقفل لوحدها. بس كده خلاص عشان الرز ما يطلعش بره، وشربتي تبقى حلوة من غير رز، ويبقى الدنيا ماشية مظبوط. بس الحمام اهو معايا اتعمل،
بوريهولكوا. الشوربة ما فيهاش رز اهو. الحمام ما شاء الله مش مفرقع، ما فيهوش اي خوف وسهل والله. جميل. طلع معايا الحمام. انا هنا مش هقليه، انا هحطه في الاير فراير. رشيت حبة زيت وبالفرشة اهو، بحاول اوزع الزيت كله، وعلى درجة حرارة 180. هعمله في حدود 25 دقيقة، بس هو مش هيكمل معايا 25 دقيقة خالص. هو اخد تقريبا 15 دقيقة، وطلع لونه بجد زي ما انتوا شايفين اهو. حاول بس ارصص الحمام بتاعي جوه نار. نار اهو. جميل جميل. اقفل بقى عليه بقى اهو. يا لهوي على اللون، خطير. انا هنا حتى ما قلبتوش، بوريكم التايم وبس كده خلاص. طلع احلى حمام باحلى لون واحلى طعم والله. اتمنى تكون الوصفة خفيفة عليكم، هي فعلا حلوة وتستاهل، تستاهل بقكم. مع السلامة.